شهلة قلبها محتار ما بين خطيبها سامي اللي رجع بعد غيبي، وما بين مولانا جابر اللي بلش قلبه يدق إله. بهالحلقة رح نعرف شو قرار شهلة، ورح نعرف اختياراتها بعناء الأخير. وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي. تبدأ أحداث الحلقة وهن عم يعرضوا لنا خطيب شهلة لما بيوصل على العدلية، شباب الحاجز موقفين وباعتينه على السكنة. المعلم نمر ببلش يسأله ويستفسر منه شو إله شغل هون، فبيقول إنه أنا خطيب شهلة. هم بيتفاجئوا بيمرقوه هو والدولارات بعد ما يلطش المعلم نمر منهم كم دولار. جابر بيعاتبها لشهلة إنه ليش ما خبرتيني إنك مخطوبة؟ هي بتقول أنت مانك زوجي، لا تفكر حالك عن جد أخي، لك كل شي عن حياتي، أنت شريكي وبس. خطيب شهلة هون بصير بيعتذر إنه حاس حاله إجا بوقت غير مناسب، بيقدم لهم هدايا، بيطلع جايب له لمولانا أفخم لتر خمر. جابر هم بتكون واضحة عليه علامات الانزعاج، بيقول له أستغفر الله. هون شغلة بتاخده فورا من خطيبه، وبيكون لسه جايب علبة سيجار، بس الشباب على الحاجز بيكونوا لاطشينه. معلم نمر بيجي لعند مولانا وبيكون جايب له معه خلدون، بيقول له بيسلم عليك العقيد وبيقول لك هي الأمانة. مولانا بيروح ليوديه لخلدون لعند أهله بعد ما شهلة تكون قالت له. على ما يبدو بدها تحكي شوية حكي مع خطيبها عن فراق. جابر بيعيط لزينة وزينة بتيجي كرفتي لعنده وعيونها قلوب، بيطلب منها تخلي عيونها على الضيف، ما حلو تضل شهلة لحالها معه. هم بنشوف إنه شهلة شافت جابر وزينة عم يتوشوشوا وحركة الغيرة كالعادة. جابر بيجيب خلدون لعند أبوه، بيعاتب أبوه ليش ما خبر. بيرد عليه إنه والله ما بنعرف إنه إيدك واصلة هيك. بيقول له أنا كرمال أهل ضيعتي إيدي بتوصل لأبعد مكان. هو رايح بيشوف صورة سليم العادي الحقيقي، بيقول له والله شكله هذا الحادث كان صعب. بيرد له الشرطي وانت شو عرفك يا مولانا انه حادث بيكت جريمة قتل. مولانا وهو متردد بيقول له انتوا فرجيتوني الصورة بالساحة يوم اللي وصلت. هم بنحس انه رئيس المخفر بلش يشك. خطيبها لشهلة بيقول لها انه انت متغيرة كتير، وبيطلب منها يرجعوا لحياتهم القديمة وعن مدينتهم ويأسسوا عيلة. شهلة بترد بالدمعة بعينها، بتقول له بدك يعني ارجع للناس يلي كبوني لما وقعت انا وابي، ولا لعند اهلك يلي عشت بيناتهم ولما افلس ابي تركوني، ولا لعندك يلي لما اجيت لعندك لحكي لك تركتني انه عندك شغل. انا مستحيل ارجع وانا بنت هالضيعة ومستحيل اطلع منها. سامي خطيبها لشهلة بيستغل تجمع العيلة كلها على السفرة، بيقولوا له يلبسها لشهلة المحبس. طبعا هم نشوف مش عصب وكسر الصحن. شهلة بتقول له بالاول بدي اسال اخي، بيقول لها بس انا حكيان قبل مع ابوك فكرت لذلك انه عادي. بتقول له جوري نحن اذا بدنا نحكي مع حالنا بنسال مولانا. واخيرا تيجي اول مطره اللي كل ضيعة ناطرتها. مولانا بيطلع ليتبارك بالمطر، بشوف سامي وبيكون ما يشرب خمر. بيصيروا يحكوا عن وجهات نظرهم بالحياة وبالأساليب اللي ما يتبعوها كل واحد منهم. بيقول له هالناس أهلي بحميين وبيقعدوا على سفرتي. بيقول له سامي يلي انت بتسميه بطولي انا بسميه نرجسي. هدول بس اجى حدا غيرك دفع لهم مصاري بيصيروا معه. منير هون بياخد قنينة الخمر من سامي بيحط السكينة برقبته. بيقول له مولانا انا ما بدفع لمنير ومنير ما بياخد مصاري من حدا. اعرض عليه انت المصاري اللي بدك اياها كرمال ما يذبحها، واعرض قد ما بدك وانا ما راح ازعل منه وراح اعطيه اكثر اذا رغب. اما بنهاية الحلقة بنشوف سامي طالع بالسيارة واخذ اغراضه ورايح. طبعا مش بيقوم ما يضرب عليه بندورة. وشهلة بتروح وبتختاره لجابر. شهلة بتحبه لجابر وبدها إياه. وهيك بتخلص هون أحداث حلقتنا. بتمنى تكون نالت إعجابكم، تدعمونا باللايك والاشتراك حتى نستمر ونقدم لكم كل جديد، ودمتم بخير.